وهنا غيجي الدور ديال القنديل البحر الخالد اللي كيتسمى مون جيليفيش. كيمكن ليه يرجع لمرحله البلوغ ملي كيوصل لمرحله الشيخوخه، والا العلماء قدروا يعرفوا كيفاش يقدر الانسان يوصل حتى هو لمرحله الخلود. واش يمكن لنا نعيشوا للابد؟ مجرد التفكير في هذه الفكره كيخلع، حيت مع كل جيل الحياه كتبدل وكذلك الافكار. حيت لو ان الناس اللي كانوا عايشين 200 عام دابا كون راه باقا اسواق النخاسه، ما نمشيوش بعيد، كون غير جدادنا كانوا عايشين للابد ما عمرهم كانوا غيبدلوا الافكار ديالهم. الشيء الاخر اللي كيخلع من فكره العيش للابد ان الحياه ديالنا ما غتبقاش عندها قيمه، غتعيش في الروتين للابد. واخا تجرب اللي جربتي غتوصل لمرحله اللي غتجرب فيها كلشي. منذ الثوره الزراعيه والصناعيه والعلميه البشريه بدات كتحقق شي حوايج هائله، وبالخصوص في المجال الطبي، حيت هذا المجال كنشوفوا التاثيرات ديالو بشكل واضح. هذا المجال مابقاش مقتصر غير يلقى علاج للامراض اللي كتسبب الموت، ولا باغي يلقى علاج للموت بحد ذاته. وكيبقى السؤال المطروح، واش يمكن لينا نطولوا عمر ديال الانسان ونعيشوا اكثر؟ في هذا الفيديو غنشوفوا هذا الشيء كامل. غير ما تنساش تابونوا ودير واحد التعليق زوين باش يبقى يوصلك هذا المحتوى من هنا لقدام. اول حاجه خصنا نعرفوها هو كيفاش كيموت الانسان، حيت باش تلقى حل المشكل خاصك تعرف المشكل هو الاول. في الاول العلماء كانوا كيعتقدوا ان الانسان كيموت حيت كيطراو ليه طفرات في الدي ان ديالو، ولكن الناس الكبار ما عندهمش طفرات بزاف. ثم هو يخرج البروفيسور تشينكلر وهو يركز على جزء اخر من الجينوم اللي هو الابيجينوم، هو اللي كيحول خلايا الجلد الى خلايا جلديه او خلايا الدماغ الى دماغيه، هو اللي كيعطي التعليمات. ابيجينوم كتعني ما فوق الجينوم. الخلية عند الإنسان ديما كتضاعف في جميع المراحل العمرية، غير هو فاش كتكبر في العمر كيولي عندك خلايا ما هي حية ما هي ميتة، كتسمى خلايا الزومبي، ولكنها كتسبب ضرر وكتأثر على الخلايا اللي دايرين بها، الشيء اللي كيخليها ما تبقاش عارفة الدور ديالها. داكشي علاش الناس الشرة في الأعضاء ديالهم كتبدل، الجلد ديالهم كيتكمش، الشعر ديالهم كيتحول لون الأبيض. وحاليا يقدروا يعرفوا العمر البيولوجي بساعة هورفيتش، تسميتها لستيف هورفيتش، هو عالم وباحث امريكي في مجال الشيخوخه. حيث العمر اللي تزادينا به ماشي هو العمر البيولوجي. تقدر تكون عندك 50 عام وانت بيولوجيا 40، او تقدر تكون 50 عام وانت بيولوجيا 60. حاليا عرفنا شنو هو المشكل، لذلك الحل هو القضاء على هذه الخلايا الزومبي. حاليا كاينين بزاف ديال الشركات وكل وحده علاش خدامه على حساب الدراسات اللي داروا. الخليه سينيسينس والبروتين بي16. في 1993 لقاو العلماء ان البروتين بي16 مرتبط بالشيخوخه الخلويه، كيتم التنظيم ديالو بواسطه البروتين اغبي اللي كينظم دخول الخلايا الى مرحله الانقسام الخلوي. واي تلف كيطرا في البروتين اغبي فراه كيمنع الخليه من الانقسام الخلوي، الشيء اللي كيؤدي الشيخوخه الخلويه. ولكن هذا البروتين كيلعب دور مهم في زياده الانسولين وتراكم الدماغ. داروا تجارب على جوج فئران في نفس العمر، واحد حيدير الخلايا سينيسينس والاخر لا. الاول بقى صغير وسريع وقوي والعمر ديالو تزاد بالربع، بينما الثاني كبر في العمر بشكل عادي. تيلومير. واحد الاحصاء دار لقاو السكان اللي في اوكيناوا، ساردينا، ايكاريا، كوستاريكا ولوما ليندا عندهم معدل العمر اعلى من سكان باقي العالم، كيعيشوا مده طويله وكيبقاو صحاح. هادشي خلى العلماء يتسالوا شنو السبب. بعد مده ديال البحث لقاو انه في الراس ديال الكروموزوم كاينين تيلوميرات، الدور ديالهم هما يحميو الكروموزوم والحمض النووي. ولكن مع التقدم ديالنا في العمر التيلوميرات كتبقى تقصر حتى ما كيبقاش عندنا، وبالتالي كيولي الحمض النووي ديال الانسان غير محمي، الشيء اللي كيؤدي للامراض والشيخوخه. ولكن السكان ديال هذه المناطق عندهم تيلوميرات طوال مقارنه مع باقي سكان العالم، والسبب راجع للبيئه اللي عايشين فيها، صحيه وما فيهاش مشاكل، ماكله زوينه وهو نقي. بروفيسور سينكلير احد العلماء اللي خدامين على هذا البحث قال انه كاينين شي حوايج تقدر تزيد من معدل الزياده ديالك في العمر. Important because if a skin cell needs to remain a skin cell, that's the epigenome. And if you don't have the epigenome, the skin cell will forget what type of cell it is, and it might turn into a brain cell, which may not be that bad, but if your brain turns into a skin cell, you've got a problem. And I think that's largely what aging is. من الحوايج اللي خدام عليهم بروفيسور سينكلير هي عكس الشيخوخه. الامر هو تاخذ الابيجينوم وترجعه للماضي. الامر ممكن بسبب ياماناكا
اللي دا نوبل في 2012 اللي اكتشف 4 العوامل اللي يمكن بها برمج الخلايا الجذعيه البالغه الى خلايا جنينيه. ما يمكنش ترجع جميع الخلايا ديالك لخلايا جنينيه حيت غتحول لسرطان، ولكن الفريق ديال البروفيسور سينكلير خدام على هذا البحث وقدروا يرجعوا الرؤيه للفأر كبير خسر الشوف ديالو، والفأر قادر يشوف ورجع ليه البصر ديالو بحال كيف ما تزاد. ولكن المشكل اللي كيشوف البروفيسور سينكلير انه ما يمكنش ترجع الخلايا كامل كيف ما كانوا فاش تزاد، يمكن ديرها غير مره ولا جوج. وهنا غيجي الدور ديال القنديل البحر الخالد اللي كيتسمى مون جيليفيش، كيمكن ليه يرجع لمرحله البلوغ ملي كيوصل لمرحله الشيخوخه. والى العلماء قدروا يعرفوا كيفاش يقدر الانسان يوصل حتى هو لمرحله الخلود. الغده السعتريه. مجموعة من العلماء في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس لقاو أن الغدة السعترية كتلعب دور مهم في عملية الشيخوخة. تدفق الخلايا المناعية هي اللي كتكافح الأمراض في جسم الإنسان وكتكون فقط في الغدة السعترية، ومني كنوصلوا لمرحلة البلوغ هاد الغدة كتنكمش وكيحل المحل ديالها أنسجة دهنية. هاد الغدة كتلعب دور مهم في الجهاز المناعي حيث كتنتج الخلايا الدم البيضاء المسؤولة عن حماية الجسم من العدوى. وكيعتقد العلماء أن هرمون تيموسين اللي كتفرز الغدة السعترية مسؤول عن ظهور علامات الشيخوخة. وداروا تجارب على 9 أشخاص والنتيجة رجعت الساعة البيولوجية ديال هاد الناس للوراء، يعني أن الناس عكسوا الأعمار البيولوجية ديالهم بعامين ونص. والناس اللي دارت عليهم التجربة قالوا أنهم كيحسوا بالنشاط وعقولهم كتخدم بشكل أسرع، الشيء اللي يقدر يكون أول علاج بشكل رسمي. ودابا غادي ندويو على الملياردير الأمريكي براين جونسون اللي كينفق ما يقارب 2 مليون دولار سنويا غير باش يرجع صغير بحال العديد من المشاهير ورجال الأعمال. وكيقول أنه كيتقدم في العمر قل من بعض الأطفال، وهذا الشيء جاي من حمية من الحوايج اللي كيتابعهم جونسون اللي هو الصيام لمدة 23 ساعة. اللي خاصكم تعرفوا أن الصيام كيفيد الجسم وكيخليه يكبر بشكل أقل، والوجبة اللي كياكل جونسون كتكون عامرة بالاحتياجات ديال الجسم، الشيء اللي كيأثر إيجابيا على صحة القلب ونسبة السكر والدهون والكوليسترول والضغط الدم. من الحوايج الثانيه اللي كيخدم هي القشور الذهنيه باش يحافظ على توهج الجلد، وكياخذ دم من ولده اللي عنده 17 عام، وكيستحم بالماء البارد، الشيء اللي كيزيد الاتصال ما بين العقل والجسم. وهذا الشيء كنشوفوا الرياضيين كيديروه. ولكن من هذا الشيء كامل كيبقى سؤال واحد اللي هو واش العيش لمده اطول غيخلينا اسعد؟ بغيت نعرف الراي ديالكم.